أهلا بكم من جديد في أول لقاء للبرتغالي خوسيه بيسيريو بعد إقالته من تدريب المنتخب السعودي. يشرح ماذا حدث أثناء بطولة الأمم الآسيوية، يقول آراءه في الكرة السعودية ويشرح العديد من الأخطاء التي تمت. يمان زيتوني وطلال الحمود التقيا بيسيريو. قدمنا بداية جيدة جدا، لكننا تراجعنا كثيرا. أظن أن علينا النظر إلى النتائج وإلى الأداء في آن واحد. عندما تتغلب على إيران والإمارات وتلعب جيدا أمام كوريا الجنوبية وتتعادل معها فإن ذلك أمر طيب. كنا غير محظوظين أمام كوريا الشمالية، وكان حظنا سيء أمام البحرين أيضا. لا يمكنكم تقييم عملي بناء على النتائج وحدها، فقد بنيت فريقا جديدا. شاركنا في كأس الخليج بالصف الثاني ووصلنا إلى النهائي. لا أعتقد أن هذه النتيجة سيئة. لماذا فشلت تجربتكم مع المنتخب السعودي؟ بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم قررت تجديد الفريق، ودعمني الاتحاد السعودي في هذا التوجه. قمت بتقييم الكرة السعودية وقدمت مشروعا لتطوير المنتخب والكرة السعودية عموما. فيما يخص المنتخب نبهت الجميع إلى مشكلتين رئيسيتين، أحدهما ظرفية والأخرى هيكلية. فيما يتعلق بالمشكلة الظرفية أشرت إلى ضرورة إعطاء الفرصة للشباب وتنويع مهارات اللاعبين، فبحثت عن لاعبين مميزين على الصعيد البدني والجسماني والنفسي، وحاولت تغيير عقلية اللاعبين الصغار. قدمت هذا المشروع للجنة تطوير المنتخبات التي يرأسها هولييه، وأبديت حاجة المنتخب السعودي للالتزام بتكتيك معين لفترة من الزمن والتمتع بنضج تكتيكي، إلى جانب تثقيف اللاعبين كرويا. اللاعبون بحاجة إلى المزيد من روح المنافسة والتحدي فيما بينهم، لذلك منحت الفرصة للاعبين الصغار الذين آمنت بقدرتي على تطويرهم، على العكس أولئك الكبار الذين يصعب تغييرهم بعدما تجاوزوا سنا معينة، لذلك لم نحصد نتائج جيدة. لعبنا نهائي كأس الخليج بالفريق الرديف، وفي المباريات الودية أذكر أننا فزنا على تونس وروسيا البيضاء، وتوقفنا نحو 4 أشهر، فلم يسمح لي الاتحاد إقامة أي معسكر بين يناير ومايو. وفي مايو خسرنا 2-3 أمام إسبانيا، وتعادلنا مع نيجيريا، وتغلبنا على الجابون وأوغندا. أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا في المباريات الودية. ما هي القصة الكاملة لما حدث في مباراة المنتخب السوري؟ لم نكن جيدين أمام سوريا، لكننا لم نخسر سوى المباراة الأولى. سوريا فريق أسوأ من السعودية، لكن تذكر أن إسبانيا أيضا خسرت أمام سويسرا في بداية مشوارها في كأس العالم، لكنها فازت باللقب في نهاية المطاف. ميتسو أيضا خسر المباراة الأولى مع قطر، لكنه بلغ ربع النهائي. اليابان تعادلت في اللحظات الأخيرة مع الأردن. هل تعتقد أن زكروني كان سيقال لو أنه خسر؟ أظن أن لا أحد يمكنه تقييم عملي من خلال مباراة سوريا. خسرت مباراتين رسميتين فقط من أصل 16. أمام الكويت نهائي كأس الخليج بفريق الرديف الذي لا يتجاوز أعمار 15 من لاعبيه 23 عاما. وفي كأس آسيا أعترف أن الهزيمة أمام سوريا سيئة، لكن كانت أمامنا فرصتان لم يعطوني الفرصة. لا يمكنني المطالبة بالمزيد من الوقت. أعتقد أنني أطول المدربين عمرا في السنوات العشر الأخيرة بالنسبة للسعودية، هذا صحيح. وبما أنني قضيت سنتين فمن المؤكد أن الأمير سلطان والأمير نواف والجميع أعجبوا بعملي، وإلا لاستغنوا عن خدماتي بعد تصفيات كأس العالم أو بعد سنة. كنت واثقا من قوة منتخبي في كأس آسيا، كان بإمكاني الفوز على الأردن واليابان، أنا مؤمن بهذا. في بطولة الخليج استبعدت اللاعبين الأساسيين رغم أنهم شاركوا في المباريات الودية قبل البطولة، ثم عدت واستعنت بهم في كأس آسيا. لماذا؟ عندما وضعت خطتي كنت أريد تطوير المنتخب والعمل مع الفريق الأول في آن واحد. في الحقيقة عملت مع فريقين، لذا كنت بحاجة إلى المعسكرات. قد يتهمني البعض بتضييع الوقت في المعسكرات، لكني أبني منتخبا قويا
للمستقبل. لو اعتمدت على الفريق الأول وحده لما أعطيت الفرصة للاعبين الشباب. السعودية لا تملك منتخبا مكونا من 23 لاعبا فقط، بل من 50 لاعبا، 20 لاعبا خبيرا و30 شبان يتمتعون بإمكانات جيدة، لكنهم أرادوا الفوز بكأس آسيا. في 2009 طلب الأمير سلطان والأمير نواف من لجنة تطوير المنتخبات تقييم المنتخب، فنصحوا الأمير سلطان وقتها في ديسمبر أو يناير بعدم لعب كأس الخليج بالفريق الأول لسببين: أول، لأن الدوري لا يمكن أن يتوقف لشهرين، مرة من أجل كأس الخليج ومرة من أجل كأس آسيا. كما قال إن إمكانيات اليمن ليست جيدة. لدي مشروعي، لكني أنتظر دائما موافقة الأمير سلطان والأمير نواف. إذا كان قرارهم اللعب في كأس الخليج بالرديف، أنت أردت أن تلعب بالفريق الأول. نعم، المشكلة كانت تكمن في توقف الدوري. كنت أريد المشاركة في الفريق الأول، ليس من أجل المنافسة بل من أجل إعداد الفريق، لكنهم في نوفمبر أو ديسمبر اتخذ هولي وفريقه قرارهم في معسكر دبي الذي لعبنا فيه أمام أوغندا وغانا. في آخر يوم طلبت الأندية من الاتحاد السعودي إيقاف الدوري، وكان الأمر مفاجئا بالنسبة لي، فلو علمت أن الدوري سيتوقف لذهبت إلى اليمن بالفريق الأول. نعم، تحدثوا عن الأوضاع الأمنية وسوء أرضيات الملاعب، لكن الأمر سيان بالنسبة لي، فالنجوم وباقي اللاعبين جميعهم سواء، لكنهم قالوا لي بأن علي المشاركة بالفريق الرديف لأن الدوري لن يتوقف، وبما أن الدوري توقف فلماذا لم يسمحوا لي المشاركة بالجميع، لكنهم لم يوافقوا. هل هناك من يتدخل في وضع تشكيلة المنتخب السعودي؟ Never. I answer about that other question. كلا على الإطلاق، لم يتدخل أحد قط في عملي سواء مع المنتخب السعودي أو قبله. كنت أجتمع دائما بالأمير سلطان والأمير نواف وفهد المصبيح، لكنهم لم يتدخلوا أبدا في خياراتي. اجتمعت بالأمير مرتين أو 3 مرات فقط قبل لقاء سوريا. سألني عن حال الفريق، فقلت له أنا سألعب بهذه التشكيلة غدا. هذا كل ما في الأمر. أعتقد أنه وافقني الرأي، لكنه لم يقل شيئا. إنه أمر غريب. ففي ذلك الاجتماع قال لي أني أقوم بعمل جيد وأني حسنت الفريق ووضع الثقة بي. لو أردت حماية نفسي لما جددت الفريق، بل لعبت بأفضل اللاعبين الموجودين دائما، ولما أشركت لاعبين في 19 من عمرهم. إذا خسرت ب5 أهداف نظيفة أمام إسبانيا فما المشكلة؟ لا يمكنك أن تتطور إلا من خلال الاحتكاك باللاعبين الأقوياء. إذا لم يلعب اللاعبون السعوديون أمام منتخبات وفرق قوية فلين يناير ومايو، وعندما خضنا معسكرنا هاجم الإعلام بيسيرو لأنه لم يتيح الفرص للاعبين بالراحة. لم نجتمع طوال 5 أشهر، علما بأن كل منتخبات المنطقة لعبت أيام الفيفا ونحن لم نلعب. نعم، أعلم أن الأمير والاتحاد السعودي يتعرضوا لضغوطات من الأندية وأتفهم ذلك، لكننا لم نلعب ل5 أشهر، وفي مايو هاجموني لأنني أقمت معسكرا. لكن في أغسطس لاعبي الهلال والشباب لم يشاركوا سوى في 3 أيام من معسكرنا لارتباطهم بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وفي سبتمبر لم نتمكن من إقامة معسكر، وفي أكتوبر أقمنا معسكرا دون لاعبي الهلال والشباب، وفي نوفمبر كنت بحاجة لإعداد فريق كأس آسيا، وحينها قررت بدء المعسكر مبكرا، لأن من الغريب ألا يذهب النجوم إلى كأس الخليج ويتوقف الدوري. وبعد عودتنا من كأس الخليج لعب لاعبو الهلال والشباب 4 مباريات في 15 يوما. 4 مباريات رقم كبير، لذلك لم أستطع إشراكهم في اللقاءات الودية. أما باقي لاعبي الأندية فنالوا قسطا طويلا جدا من الراحة، ما أثر على مستواهم. أشهر ديسمبر ويناير شهدت دائما أفضل أداء جماعي في 2009 و2010، وكنت أنتظر هذا في 2011. كنت تتحدث عن توقف الدوري وضغط الأندية على لاعبيها لقضاء أقصر وقت ممكن في معسكرات المنتخب. هل تعتقد أن الأندية الكبرى كان لها يد في الإخفاق؟ أظن أن الأندية لها أثر قوي جدا، لكن هذا الأمر طبيعي،
ويحدث في أوروبا أيضا. أشرفت على الهلال عام 2006 ولم أرى لاعب المنتخب السعودي طوال شهر كامل. بدأوا موسمهم مع المنتخب. كنت مخطئا في تصفية كأس العالم 2010 بأني لم أضغط على الأندية لتفريغ لاعبيها للمنتخب كما فعلت البحرين التي ذهبت في معسكر أوروبي لشهر كامل. شارك اللاعبون مع أنديتهم ثم جاءوا إلي قبل 15 يوما فقط من اللقاء. كان حظنا سيئا بسبب الإصابات واستقبلت شباكنا هدفا متأخرا، لكن النقطة الرئيسية أن البحرين كانت أكثر جهوزية منا. الأندية تملك نفوذا كبيرا لأن السعودية تتمتع ببيئة أندية لا ببيئة منتخب. أقرأ الصحف إنها دائما ما تتحدث على الأندية وتتجاهل المنتخب تماما. لذلك أعتقد أن السعودية بحاجة إلى هوية. لذلك عندما تتحدث عن المشاكل الهيكلية قلت لهم بأننا بحاجة إلى هوية. على الإعلام أن يكف عن شحن الأندية. أريد أن أضرب مثالا هنا. في البرتغال عندما يرسل بنفيكا أحد لاعبيه إلى المنتخب فهو يتطلع إلى الربح، لكن الهلال أو الشباب أو النصر لا يهتمون لمشاركة لاعبيهم مع المنتخب، لأن الأندية لا تربح من بيع لاعبيها إلى الدول الأخرى. الأندية السعودية لا تتمتع بعلاقة شراكة مع المنتخب ولا تربطهما مصلحة تجارية، كما هي الحال في إنجلترا وإسبانيا. ففي إسبانيا برشلونة يهتم لمشاركة إنيستا مع المنتخب الإسباني حتى لو لم يكن ينوي بيعه، فبمجرد مشاركة اللاعب مع بلاده ستزيد شهرته وسيبيع المزيد من القمصان التي تحمل اسمه والتي ستصب في نهاية المطاف في خزينة النادي. العلاقة التجارية في السعودية بدأت الآن. لاحظت أن بعض الشركات بدأت بالفعل بالاستفادة من شهرة اللاعبين، لكن هذا لا يكفي. إذا لم يحترف اللاعبون السعوديون في الخارج كما اليابانيين فإن الكرة السعودية لن تتطور. بإمكان السعودية أن تفوز بلقب آسيوي أو لقبين، لكنها ستفوت الركب إذا لم تخلق علاقة طيبة بين النادي والمنتخب. في أوروبا لم أسمع أن ريال مدريد طلب تأجيل مباراته مع برشلونة حتى لا يعاني لاعبوه من الضغط، فالجميع يتصرف بمنتهى الاحترافية. لم أرى لاعبا يرتاح 8 أيام قبل خوض مباراة في دوري أبطال آسيا إلا في السعودية. في بقية الدول يلعب اللاعبون مباراة كل 4 أيام، يرتاحون بين اللقاءين لكنهم يلعبون.